شكرا للزميل العزيز أحمد فؤاد، والشكر كذلك للكباتن هناك في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أيها الأحبة في كل مكان، هنا عبر قنوات بي سبورت في هذا الحدث الكبير وضمن التغطية الاستثنائية الكبيرة والمتنوعة والمتواصلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. نحن هنا في عالم كرة القدم في المشهد الأخير وفي المباراة النهائية، في مباراة الميدالية الذهبية والفضية، وبالتالي هي واحدة من المواعيد الكروية المختلفة والمتفردة في عالم الأولمبيات لهذا العام بل ولهذه النسخة. مباراة هنا تجمع بين اسبانيا وفرنسا، البلد المستضيف وفي العاصمة الفرنسية باريس امام اسبانيا في ملعب باركا دي برانس بالعاصمة الفرنسية. طبعا واحدة من المواجهات الكبيرة ومن المواجهات التاريخية بين المنتخبين. في يوم الأمس شاهدنا وتابعنا انتصار المنتخب المغربي على نظيره وعلى شقيق المنتخب المصري ب6 أهداف مقابل لا شيء، يوم أن ظفر المنتخب المغربي بالميدالية البرونزية، وبالتالي كانت واحدة من اللحظات التاريخية وكانت واحدة من اللحظات الفارقة بالنسبة للمنتخب المغربي الذي أصبح أول منتخب عربي يحصد ميدالية في تاريخ منافسات كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية. وتنفيذ رمية الجانبية، كرة ملعوبة هنا لفرنسا ممتازة، بينما هنا فرصة لفرنسا، تسديد، الله الله، جول لفرنسا من العاصمة الفرنسية باريس. يريدون الاحتفاظ بالذهب، نعم، ولا يريدون سوى غيرت المباراة من عاداتها من واقعها من تفاصيلها، وبالتالي تبدلت بل وتغيرت نتيجتها. يا الله على ضربة راسية يا إنزو ياميو تتضرر من هذا المكان. لا يزال هنا ملعوبة أمامي، يلعب الكرة للأمام لإسبانيا، خطيرة المحاولة، الله، لا يتأخر لروخا كثيرا، العودة هنا بشكل سريع، يعود لروخا سريعا بضربة رائعة وبكرة هنا مميزة تغالط حارس المرمى وتسكن في الشباك، وبالتالي التعادل 1-1. يا له من نهائي كبير ويا لها من مباراة كبيرة يا فيرمين. يا لوبيز هداف الإسبان هنا يسجل هدفا رائعا في هذه اللحظات. الله على الكرة، بل على روعة حضرت هنا في اللقطة الماضية وفي الكرة الأخيرة، وبعد ذلك هنا فيرمين لوبيز يسجل هدف التعادل لصالح إسبانيا. يا سلام على كرة سكة مع البايين. إذا كرة ملعوبة للأمام هنا بالرأس، خطيرة المحاولة، ولكن تناس هذه المرة من أمامي ماتيتا في اللقطة الماضية وفي الكرة الأخيرة. 3 طبعا كرة إذا من أقصى اليسار، العرضية لإسبانيا، خطيرة المحاولة، الله للتاريخ يا فيرمين، للتاريخ يا لوبيز. لم يكتفي بهدف التعادل بل كان سباقا لهدف الانتصار، لهدف التقدم، لهدف الأريحية، ربما لهدف التاريخ. يا الله يا فيرمين يا لوبيز، يا له من موعد يا سادة. المواعيد لا تتشابه في عالم كرة القدم، فهناك الله على كرة ملعوبة أمامية، هنا الوصول، هنا المرور، هنا الجمال، نعم، تمريرة مميزة للغاية ضربت بها الدفاعات الفرنسية، وبعد ذلك خطأ لصالح الإسبان، خطأ لصالح إسبانيا من هذا المكان. لكن ماذا عن الكرة القادمة؟ الله، أنا لا أقوى على ذلك يا لروخا، لا نقوى على عرضك الفاتن، على سحرك الفاتن، على روعتك الكروية. يا الله، ما كل هذا يا إسبانيا، ما كل هذا يا لروخا، ما كل هذا يا أليكس. يا لها من روعة، ويا له من سحر، ويا له من جنون، ويا له من فن، ويا له من سحر حلال يؤتى به في هذه الليلة وفي هذه المباراة. حقيقة نحن لا نقوى على ذلك يا أليكس. ثم العرضية
التي تأتي خطيرة هذه المحاولة. يا سلام على كرة، ميراندا مر، ميراندا راح، ميراندا هنا يأتي بكرة ولكنها بعد ذلك عادت وصلت لويكا بادي. هذه عرضية للأمام، تقليص الفارق في هذه اللحظات. العرضية فرنسا بالراس، عادت هنا راسية، ماتيتا هنا، ماتيتا أمام المساحات قد يأتي بالمرور، لكن يا سلام إيريك غارسيا بشكل مميز، ولكن هناك خطأ موجود ومخالفة يأتي بها ويرى من الجهة اليسرى. العرضية التي ترسل وبعد ذلك الله يا الله على كرة، بل على تصدي تيناس. يا تيناس، رفض تيناس الهدف، رفض عودة الفرنسيين. يا لغار من كرة قادمة، شوتار بكرة للأمام، لا يزال الله 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 يا الله يا الله. ما كل هذا يا فرنسا؟ يا إلهي على مباراة، على روعة مباراة، على رغبة من جانب الفرنسيين، على نهائي هنا سيكون التاريخ. منتخب فرنسا على مشارف منطقة الجزاء، لا يزال العمل، لا يزال العمل، لا يزال الأمل للأمام. الآن محاولة من جانب الأسبان في هذه المباراة. هنا كرة للأمام، خطيرة هذه الكرة، عملية إبعاد، تسديدة بهذا ملعوبة للأمام عن طريق أدريان، والعرضية الرأسية الله يا الله على لوكيبا، راسية مميزة ترتطم بالعارضة، بل هذا كوني، مانو كوني، الضربة الراسية المميزة، ولكن إلى خارج إنزو، إلى أوليسلان، قد يأتي بتسديدة خطيرة المحاولة، ولكن أرناو تيناس في المرمى يصل إلى الكرة قبل الجميع. تسديدة تغير مسارها قليلا، ولكن الكرة كانت ضعيفة. لاحظ تغير من اليمين، هذه العرضية التي تصل، ولكن يا سلام، هنا محاولة من اليمين، العرضية ربما الرابع المستمر. هذه كرة خطيرة، ماتيتا هنا محاولة، وحارس المرمى تيناس. يا لها من كرة أضعتها يا ماتيتا، يا لها من كرة أضعتها يا جون، يا فيليب، يا ماتيتا في اللقطة الأخيرة. كرة كانت سهلة للغاية، ولكن حارس المرمى بل ماتيتا لم يفعل اللازم في اللقطة الأخيرة، على الرغم من أن التمريرة كانت في وضعية سليمة، ولم يكن متسللا في اللقطة الأخيرة وفي الكرة الماضية. إذن هناك كرة سترسل عن طريق أرناو تيناس. هنا العرضية بالانتظار، هذه كرة للانتظار، وبعد ذلك لا يزال الله على كرة مرت، وعلى كرة مضت، وعلى كرة ذهبت بهذه الصورة عن طريق إنزوميو الذي كان قريبا. المحاولة وصلت بعد ذلك، هنا الفرصة ولكن البعيدة. هنا ترسل كرة داخل منطقة قليلة، هنا كرة من هذا المكان، المحاولة ترسل، وبعد ذلك الله لا تريد النهاية بالشكل الذي رسمت به، هي ترفض النهاية التي وضعت بها المباراة، وبالتالي فرنسا تسجل تقليص الفارق الآن. يا إلهي على نهاية هنا مباراة، بل نهائي بشكل مميز وبلمسة هنا رائعة، تسجل فرنسا تقليص الفارق. يا الله أخشى من نهاية، تسجل يا سادة تسديدة، ولكن تاريخية، كرة ملعوبة لكنها مرت كوني، وبعد ذلك الله يا قاتلي كوني، وكأن تيناس يقول له يا قاتلي بعيدا عن عنق يا قاتلي. كرة مرت وذهبت، بل بعيدا عن شباكي، عن مرمى إسبانيا كما مضت وكما مرت الكرة الماضية. يمضي الآن، يقترب الآن، يحاول الآن تسديد لمويندو، تقدم، مر للأمام، عبر للأمام، نفسية خلال اللحظات القادمة، لكن كنتيجة لحظات. هذه كرة لفرنسا، خطيرة المحاولة، كرة وأتى بهذه العرضية وراسية، ولا ركلة جزاء لفرنسا، ركلة جزاء في هذه اللحظات، إنها ركلة جزاء تزيد من سحر المباراة وجنونها. يا ماتيتا يا الله، لم يتباطأ ماتيتا، لم يتأخر، لم يتراجع، لم يتهاون، لم يتغيب عن المشهد. يا الله يا إلهي على جنون المباراة، على جنون الأولمبياد، على جنون كرة القدم، على جنون فرنسا. طلوا علينا الآن كرة
بعد أن كانوا قريبين من العبور. الله 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 الله، كم أنت ساحر يا إسبانيا، كم أنت ساحرة يا إسبانيا، كم أنت رائعة، كم أنت ملهمة، كم أنت ممتعة، كم أنت ماتعة. يا الله يا الله يا الله، على كرة على كرة، بل على روعة في اللقطة الماضية، في الكرة الماضية القاضية من جانب إسبانيا، القاضية من جانب إسبانيا في اللقطة الماضية وفي الكرة الأخيرة. يا إلهي على ضربة، يا إلهي على ضربة وعلى كرة قاتلة هنا في اللقطة الماضية وفي الكرة الأخيرة. لاحظ هنا، عينك على البداية، عينك على الحطة، لا يوجد تسلل على الكرة. إذن للأمام، محاولة للأمام، تسديدة هنا، ولكن هناك غيوم حارس المرمى. هذه المرة أخيرا ظهر غيوم وتصدى لهذه الكرة البعيدة ولهذه التسديدة القوية التي تمكن غيوم من التصدي لها. يا لها من تسديدة قوية بصراحة، واقع هنا وحق مشروع بديد. تصل هذه الكرة بعرضية خطير من اليمين، هذه كرة أمامية العرضية لفرنسا المتبقية من زمن الوقت الإضافي. هنا كراية ريان شرقي من اليسار، ريان هنا والعرضية في تاريخها، كرة محاولة للأمام هنا فرنسا. دقيقة واحدة هنا كرة لإسبانيا. القاضية 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 القاضية. الله للتاريخ يا اسبانيا، للتاريخ يا لروخا، الميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخ اسبانيا. هنا تاريخ يكتب، هنا رواية تكتب، هنا كلمات تحفر، هنا احداث تروى، هنا ذاكرة تحتفظ باحداثها وباغلى وباجمل لحظاتها لاسبانيا. يا الله على الضربة القاضية، على الضربة القاضية، على الخامس، على الهدف الخامس الذي يسجل بصناعة أرناوتيناس. أنت تستحق هذا الهدف الذي تصنع بهذه الصورة وبهذه الكيفية.